إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
وصل على سيدنا محمد يوم يقوم الناس برب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يخلق الإنسان، وشاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يموت الإنسان. وما بين البداية والنهاية يتعرض الإنسان لمجموعة من الأزمات والمحن والابتلاءات والشدائد. فكما قسم الله عز وجل الرزق بين عباده، قسم بين عباده المحن والأزمات والشدائد والابتلاءات. فكل مخلوق على ظهر الأرض تعرض لأزمات ومحن وشدائد، إما على المستوى العام أو على المستوى الفردي في حياته الشخصية أو في المكان الذي يعيش فيه أو المجتمع الذي ينتسب إليه. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل تعرض الأنبياء والمرسلون إلى أزمات ومحن؟ هل تعرض الأنبياء والمرسلون لأزمات ومحن وشدائد وابتلاءات؟ الإجابة نعم، وهم صفوة خلق الله، هم صلوات الله تعالى عليهم جميعا، هم أنبياء الله تعالى اصطفاهم الله عز وجل واختارهم ليكونوا حملة هذه الرسالة إلى العالم أجمع. وكل نبي كان له من الابتلاء والمحن والشدائد ما لا يمكن للإنسان أن يتحمله. فلقد تعرض أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم لابتلاءات شديدة لدرجة أنه ألقي في النار. فتعرض نبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبي الله يوسف ونبي الله يعقوب ونبي الله نوح ونبي الله وحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا المحن والابتلاءات والشدائد في دنيا الناس ليست جديدة وليست غريبة. الله تبارك وتعالى يقول لخلقه: ولنبلونكم. فأما المعنى هذا الفعل المؤكد باللام والنون، يعني الابتلاء واقع ليس لنا فيه اختيار. ولنبلونكم، لما تسمع ولنبلونكم قوية وعنيفة، تحس جاي ورا ازاي، يا ترى هيدينا فين؟ ولنبلونكم بشيء. احنا ما نستحملش اكتر من دي، احنا يا دوب في قدرتنا بشيء حته صغيره عشان بس ما تطمعش في الدنيا وتحب انك تخلد فيها. وهناك نعيم باق ليست فيه محن وليست فيه شدائد وليس فيه من الأزمات والابتلاءات. فالدنيا لا بد أن تختلف عن الآخرة. الآخرة فيها النعيم المقيم
فيها ما لا نصب فيه ولا وصب، لا تعب قلب ولا تعب جوارح، تريح تاكل وتشرب وتهدى، وكل اللي نفسك فيه طلباتك ثوابت. لهم ما يشاءون فيها. وعشان كده يقول كبرنا نقول كده يعني ما نعرفش حتى المليون ده يتعدى ازاي. كبرنا يعني كبير عندنا. لو قالوا لك مثلا تحب تقعد كبير نفسه عامل ازاي؟ تقول يا سلام لو كان الرخام والحيطان مش عارف ايه والتكييف اللي عامل ازاي. ده ادي فكرنا. لكن لما تعلى بالمستوى تلاقي الكلام ده عند الناس البسطاء في الدنيا كتير جدا. لما تخش بقى في فصول الملوك تلاقي الموضوع عدى. عشان كده ربك سبحانه وتعالى يقول لنا ولدينا مزيد احسن من اللي انت تظهر. فيعيش الانسان في الدنيا في محن وابتلاءات وشدائد. تلك هي سنة الله في خلقه، ولا رأس لأمر الله. مش عارفة؟ احفظ. طب احفظ. لن تغير من قضاء الله شيئا، وبالتالي لا يجب على المؤمن حينئذ إلا أن يلقى قضاء الله بمحنه وابتلاءاته وشدائده بكل رشح قلب واطمئنان. لذلك دعونا نتجول دقائق سريعا. إذا اتفقنا الآن أن المحن والابتلاءات والشدائد سنة الله في خلقه، متفقين. وهذه الابتلاءات والمحن ما عرض لها الأنبياء جميعا، متفقين. السؤال: ماذا كان يفعل الأنبياء عندما يتعرض الواحد منهم لنشأة أو لشدة أو لأذى؟ ماذا كان يفعل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نبينا وشفيعنا وقائدنا يوم القيامة؟ ماذا كان يفعل؟ أو تعرض رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لابتلاءات ومحن؟ نعم. وماذا فعل؟ تعالوا بنا نتعلم من أنبياء الله ومن حبيب الله إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم كيف يعيش الإنسان المحنة والأزمة، وكيف ينظر من خلالها إلى المستقبل، أو ينظر إلى المستقبل بعين متفائل أم بعين متشائم. تعالوا بنا نتعلم من أنبياء الله جميعا. يلقى أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يلقى في النار ويتأكد للناس جميعا أنه سيحترق قبل أن يلقى فيها من صهدها ومن حيها، فيقول حسبي الله ونعم الوكيل. فتتجلى قدرة الله عز وجل للعبد المتوكل على الله المحتسب لله عز وجل. تتجلى قدرة الله عز وجل فيه: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
يخرج نبي الله موسى بمجموعة آمنت معه، يخرجون هربا وفزعا وخوفا من وصف فرعون، حيث أمره الله عز وجل: وما أن يرسل نبي الله موسى إلى البحر بمن آمن معه، ويأتي فرعون بجنوده خلفهم يريد قتله جميعا. هنا تشتد الأزمة، أزمة يتعرض لها نبي بمن آمن معه، إما أن يسيروا إلى الأمام فيموتون غرقا في البحر، أو ينتظروا حتى يأتي فرعون بمن معه من جنود وعتاد فيقتلهم جميعا. وفي قلب الأزمة والمحنة ينقسم الناس إلى فريقين، على فكرة طبيعة المجتمعات والأمم عند الشدائد والمحن. في قلب الأزمات ينقسم الناس إلى فريقين ويتناجون، يعني يبعدوا عن بعض ويبدأ الخلاف. فقال بعضهم: يا موسى أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ماذا فعلت لنا؟ احنا اللي غلطانين ان احنا جينا معاك من مصر الى البحر الاحمر سيرا على اقدامنا، احنا اللي غلطانين. وكان ماله فرعون، كان ماله نروح نعتذر لفرعون. هذا مكتوب في كتب التفسير. خرج مجموعة منهم عن أمر موسى وأرادوا الرجوع إلى فرعون ليظهروا له التأسف والاعتذار، فبدلا من أن يموتوا غرقا في البحر فلربما يعفو عنهم فرعون. وخرجوا من قوم موسى وعادوا، وبقيت البقية الباقية الذين أثر الإيمان في قلوبهم عندما قال لهم نبي الله موسى: عسى ربكم أن يخرج عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، ثم يمسك ذلك بقوله ليعلمهم ويعلمنا معه أن سنة الله الباقية، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه هي سنة الله. يقول نبي الله موسى هذه الكلمات وهو في قلب الأزمة، وهو لا يدري الذي سيحدث له بعد قليل، لكنه تكلم بلسان وقلب المؤمن المتوكل على الله لا يضره شيء طالما انه في معيته. وعندما قال نبي الله موسى ذلك جاءته سرعه الاستجابه من الله عز وجل. قلنا يا موسى اضرب بعصاك البحر. وماذا تفعل عصا صغيرة في بحر عميق متلاطم الأمواج؟ إن
إن العصا بمفردها لا تقع شيئا. إن العصا تحركها قدرة الله عز وجل. إنما بمناصبنا أو بأموالنا أو بعلاقاتنا لا يمكن للإنسان أن يدفع شيئا عن نفسه دون أن تتدخل قدرة الله تعالى. فكن مع الله عز وجل يكن معك الخير كله. فضرب نبي الله موسى بعصاه البحر فانفلق، فخرج نبي الله موسى ومن معه. ومع أن وصل نبي الله موسى إلى البر الآخر وأخذ يضرب بعصاه البحر مرة أخرى ليعود البحر مرة أخرى كما كان، فيصبح البحر حاجزا بينه وبين فرعون، ويضرب نبي الله موسى البحر بنفس العصا ولا يستجيب البحر. فيقول له ربنا تبارك وتعالى اترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. انظر اليهم وهم تجري فيهم قدرة الله تبارك وتعالى. انظر إليهم سنجعلهم عبرة لك ولمن خلفك لينظر كيف تعملون، عشان لما تشوف العبرة قدامك تعتبر وتتعظ. فقد كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: إذا أحب الله عبدا وعظه بالعبر. وعظه بالعبر يعني يحدث حدث خطير لا يتوقعه الإنسان أمام عينيه فيراه بعينيه فيكون الحدث عبرة له. إذا أحب الله عبدا وعظه بالعبر. ومن لم يعتبر بمن سبقوه جعل عبرة لمن بعده. من لم يعتبر بمن قبله جعل عبرة لمن بعده. فأخلق فرعون وبقي نبي الله موسى ومن معه، وبعد ذلك بقي على الإيمان منهم من بقي وخرج منهم من خرج، لدرجة أنهم عملوا عشق. وفي امتحان الحياة ومشكلاتها تناسل ما أظهره الله عز وجل له من قدرته. ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا يتعرض لأسبابهم في شتى الجوانب وفي شتى شؤون الحياة. على الجانب الشخصي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي هو رسول. على الجانب الأسري يموت أولاده، فتعرفون كم يتعلق الآباء بالأولاد أو بالبنين منهم خاصة. فكلما رزق بولد جميل بمولود يسعد به قلب الأب يموت فلان. محن وشدائد تتعرض لها الحبيب صلى الله عليه وسلم على الجانب الأسري فتموت زوجته أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وعلى الجانب العام يؤذى ويضطر للخروج من وطنه